اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات ام كي فرونت اند اكاديمي. النهارده ان شاء الله هنبدا مشروع مع بعض ممتاز جدا، الا وهو مشروع الكرودز. كنا كنا قبل كده خدنا المشروع وخدنا كل التفاصيل بتاعته، ولكن المره دي هيبقى الموضوع مختلف شويه، اللي احنا هنعمل مشروع متكامل وهنعمل فيه السورت وهنعمل فيه الاد برودكت والسيرش والابديت والديليت برودكت وكل المنتجات، وهنضيف الصور، وهنعمل بقى حاجتين زياده، ان احنا ان شاء الله نخلي العناصر بتاعتنا او المنتجات بتاعتنا تبقى ليها تنظيم او سورت من ال A to Z او من ال Z to A، من برايس لو تو هاي او من الهاي تو لو. دي كده اربع حاجات للسورت. وهنضيف كمان النهارده معانا السيرش باي كاتيجوري والسيرش باي نيم، يعني تقدر تبحث بالنيم تقدر تبحث بالكاتيجوري. تمام، بزرارين مختلفين. تعال نشوف كده التصميم بتاعنا الاول ماشي ازاي، ونكمل مع بعض شغلنا. بسم الله. دي كده الصفحه بتاعتنا الاساسيه، كل العناصر الموجوده فيها اد برودكت، تقدر تضيف اي عنصر انت عايزه. ونخش على الجزء اللي تحت ده عرض المنتجات بتاعنا، وهنا السيرش. تمام، السيرش طبعا ممكن تبدا تسيرش مثلا كمثال نكتب هير، اي حاجه فيها هير هتبدا تظهر معاك. كريم مثلا، ادي كريم. ممكن كمان تبحث من طريق الكاتيجوري، لو دوسنا عليها نكتب مثلا شامبو، يبقى كله ظاهر معانا الشامبو. والكاتيجوري بتاعنا ال A to Z بالحروف من A to Z، او العكس من Z to A، اللي هي ascending و descending. تمام. وممكن كمان تعمل برايس لو تو هاي، من الكبير للصغير، والبرايس طبعا موجود فين؟ موجود في جزء اسفل الصورة شوية. ادي كده مثلا 110 120 125 130. وممكن كمان تبحث على او تعمل سورت للبرايس من الهاي تو لو، يعني من الكبير للصغير، تبقى من الكبير 350 300 240 220 وهكذا العناصر اللي انت عايزها. تمام. هو مفيش اي تفاصيل جديده غير بس السورت، و ان احنا نعمل مشروع متكامل في فيديو واحد عشان نبقى مقسمين. بدل التقسيم بتاع الفيديوهات اللي فاتت كان كل حاجه ليها خاصيه معينه. لا، احنا عايزين النهارده نعمل فيديو واحد متكامل، شرح للبروجكت كله من اوله لاخره، من اول ما نبدا العناصر بتاعتنا لحد ما ننتهي باللاي اوت كله، ونبدا نعمل الفانكشنز ونقدر نعمل اللوجيك بتاعنا كله من مره واحده. تمام. طيب بدون مقدمه كبيره، تعالى نبدا نشوف مع بعض الشغل هيبدا ازاي مع بعض. بسم الله. تمام، ده كده المشروع بتاعنا الأساسي. عايزين نضيف هنا العناصر بتاعتنا. نبدأ أول حاجة الاندكس دوت html، وعايزين نضيف كمان الستايل عشان لو حابين ان احنا نعمل ستايل ليها دوت css، وحابين نعمل كمان المين دوت js. تمام، دي كده التلات ملفات بتوعنا اللي احنا عايزينهم. نقفل دي كده، نبدأ بال HTML. ودي نبدأ طبعا نعمل علامة في المية، نبدأ نعمل علامة التعجب. تمام، وتكتب لنا كل حاجة. خلاص. طيب احنا دلوقتي عايزين نضيف ايه؟ عايزين نضيف حاجتين اساسيين، الا هو البوت ستراب اللي احنا بنشتغل عليه على طول، وعندنا حاجه اسمها الفونت اوسم. الفونت اوسم دي عشان نقدر نعمل الايكونز بتاعتنا. طيب خلينا نبدا بالبوت ستراب. تعال نشوف. قال لك والله السي اس اس اهو، خدناه كوبي وهنعمل له هنا لينك، وادي السي اس اس. تمام، ماشي. تعال نعمل كمان فوقيه كده البوت ستراب بتاعنا. فوق البوت ستراب نعمل الفونت اوسم، ادي برضو لينك، وادي الفونت اوسم بتاعنا. واخيرا نعمل اللينك للستايل سي اس اس عشان لو عايزين نعمل فيه اي حاجه. وعند البادي هنا اخر بادي خالص نعمل سكريبت عشان نضيف المين جي اس بتاعنا. ده كده اول حاجه اشتغلنا عليها. تعال نقفل الصفحات اللي احنا مش عايزينها. اوكي، تعال نبدا بقى نشتغل عليه ده. نعمل جو لايف، ظهر معانا بالشكل ده. تعال نكتب بس اي بيانات جوه عشان نتاكد ان كل حاجه شغاله. ادي هلو او اتش 1. نعمل هلو، كتبت معانا. تمام. نعمل كلاس مثلا تكست سنتر. تمام كده البوت ستراب وكل حاجه شغاله. تعالى برضو نجرب موضوع الفونت
الفونت اوسم، نعمل كده الايكون دي مثلا ستار، نتأكد بس كل حاجة شغالة. ادي الستار بتاعتنا وظهرت معانا فوق كويس جدا. تعالى بس نعمل زوم ان عشان يبقى ظاهر معانا تمام. كده كل حاجة شغالة، احنا بس حابين نتأكد من الأول عشان ما يظهرش عندنا أي مشكلة فيما بعد. تمام، يلا بينا. طيب احنا دلوقتي عندنا البادي بتاعنا. خلينا الأول نعمل له الستايل بتاعه عشان يبقى الستايل بتاعنا بدأ من البادي. ادي البادي، وهنعمل له باك جراوند ايمج، وهنعمل له لاينر جرينيت، وهنختار العناصر بتاعتنا، نعمل علامة الشباك. عشان بس نبقى الخلفية متبقاش بيضاء أوي. تمام، يلا بينا نبدأ أول حاجة ونعمل ده هنبدأ الانبوت بتاعنا، والجزء اللي تحت هنعمل عليه كمان، بدل هيبقى انبوت هيبقى بالنسبة لك الديسبلاي. تمام، قسمنا بس الكود بتاعنا عشان نقدر نقسم الشغل بتاعنا. يلا بينا نبدأ. هنعمل ديف أولانية، وده هيبقى الديف الأساسية بتاعتنا. هنديها كلاس ونعمل باك جراوند ترانسبيرنت عشان تبقى خلفية شفافة إلى حد ما، وهنعمل البادنج بتاعنا 5. تمام، جوه الديف دي نبدأ نعمل ديف كمان، نخليها كلاس ونعمل ده كونتينر. وجوه الكونتينر هنعمل بقى ال H1 بتاعتنا، وهنكتب add your products. ماشي. طيب بلاش كده كده خلفية هتتظبط معانا، احنا ممكن كمان نأجل موضوع الخلفية ده لحد ما نخلص كل حاجة مع بعض. تمام، عايزين نعمل ايه بقى في الكلاس بتاع ال CSS ده، او في ال H1. هنعمل له فونت ويت مثلا نخليه بولد. نعمل التكست، او ممكن نخلي التكست سنتر والتكست كابيتالايز ده في الكونتينر نفسه، بحيث ان كل حاجة تبقى ظاهرة عندنا. يعني تبقى هي اعم واشمل، لان هي هتبقى شاملة كل العناصر اللي تحتيها. وادي تكست سنتر. تمام، وهندي بقى ال H1 ده مارجن بوتوم، ونديله مثلا 3 عشان يبقى بعيد بس عن العناصر اللي جاية تحتيه ان شاء الله. تمام، خلصنا كده ال H1. خلصنا كده ال H1، نعمل بقى ديف اساسية هي اللي هتبقى شايلة كل حاجة خاصة بالانبوتس بتاعتنا. ودي هنديها ماشي، نديها كده ديسبلاي فيكس عشان تبقى العناصر جاية جنب بعض. ونعمل حاجة اسمها فليكس راب، ونديها بوردر. خلي مثلا البوردر ده بوردر 3. اوكي، ظهرت معانا بالشكل ده. طيب جوه الديف بقى دي المفروض ان احنا هنعمل الانبوتس بتاعتنا. تمام، ادي اول انبوت، وهنديله اي دي، وهنديله شويه عناصر. نخلي بس نبدا واحده واحده. نعمله الاول ان هو ده هيبقى تكست، ونديله بليس هولدر، ونعمل له مثلا انتر او برودكت نيم. ده كده اول عنصر. تمام، ماشي. عايزين نديله شويه كلاسات. ماشي، تعالى نديله فورم كنترول عشان يبقى معانا بالشكل ده. ماشي. طيب وهنديله بقى الويتس بتاعه هيبقى 50 مش 100، لان احنا عايزين نحط العناصر جنب بعض. ونديهم كمان مارجن بوتوم مثلا 2 عشان يبقى بعيد شوية عن العناصر اللي تحتيه. طيب ده كده أول انبوت بتاعنا. احنا ممكن طبعا نكرر الانبوتس دي. احنا عندنا تعالى نشوف كده عندنا كام عنصر. عندنا ادي 1 2 3 4 5، عندنا 5 عناصر أو 5 انبوت. بس احنا اوريدي احنا عندنا 4 أصلا، وواحد الأخير ده هو تكست اريا. فده مش لازم نعمله انبوت أصلا. ادي كده أول واحد، تاني،
التالت، الرابع. ماشي، ادي واحد اتنين أربعة كده، أربعة. وادي التكست اريا عندنا آخر حاجة هي اللي احنا محتاجينها، ظهرت معانا بالشكل ده. تمام. تعال بس نغير بقى في كل واحد العناصر بتاعته. يبقى كده عندنا أول واحد اللي هو برودكت نيم. ده البرودكت نيم. ده نكمل مثلا البرودكت كاتيجوري، وده ده برودكت برايس. ونخلي الانبوت الأخير ده بدل ما هو نيم، ده المفروض ان هو فايل اصلا، فنعمل بدل ما هو تكست يبقى ده فايل. تمام. الفايل اصلا ملوش بليس هولدر. اوكي. ماشي. والبرودكت برايس ده هيبقى نمبر مش كلام. تمام. طب اخر واحد بس هنديله كلاس، ونديله الويتس بتاعك هيبقى 100% عشان يملأ الجزء الاخير كله. ده كده ظهر معانا بالشكل ده. تمام. احنا كمان ممكن ندي ديف الاساسية بادنج 2 عشان تبقى العناصر بعيدة عن البوردر الاساسي. تمام. تمام. ده كده شكلها افضل بكتير. طيب. طيب عشان برضو ما ننساش، ده البرودكت نيم نديله كمان اي دي. ادي الانبوت الاساسيه، نعمل له اي دي، ونعمل له برودكت نيم. وادي تاني برودكت كاتيجوري، برضو نعمل له اي دي، وادي برودكت كاتيجوري. وادي الانبوت الاخير اللي هو البرايس، نعمل له برضو اي دي، نعمل له برودكت برايس. والانبوت بتاع الفايل نعمل له برضو اي دي، ونعمل له برودكت ايمج. والتكست اريا مش لازم نعمل لها نيم، ونعمل لها اي دي، وادي برودكت description. تمام. دي ممكن نعمل لها كمان بليس هولدر. انتر برودكت ديسكريبشن. تمام. اوكي. ده كده خلصنا الجزء الاولاني خلاص بينا. كده يفضل لنا هنعمل بقى الانبوت بتاعنا. انا اسف، نعمل البوتن بتاعنا. بعد الديف بتاعت كل الانبوتس دي، خلينا. ماشي خلاص كده احنا عملناها. خلينا الديف الاساسيه الكبيره بتاعتنا اللي احنا عملناها اصلا بوردر. وادي نعمل البوتنز بتاعتنا، ادي البوتن، ونعمله اد برودكت. ممتاز. ماشي. طيب هنعمله الستايل بتاعنا. نعمله مثلا مارجن توب خليه 3 عشان يبعد عنهم شوية، أو مثلا خليه 2 أحسن. ماشي. نعمله طبعا البي تي ان بتاعنا بي تي ان برايمري عشان يبقى لونه أزرق. ممكن كمان نخلي الويتس بتاعه 50 بحيث إن هو يبقى إيه، يعني اخد نص المسافة. وهنديله طبعا الاي دي بتاعنا اللي هو اد. خلاص. اوكي. هيبقى نكرر نفس البوتومز دي، ونعمله بقى ده الديسبلاي، نعمله ده كده الابديت عشان برضه يبقى عملناه وخلصناه. ادي ابديت. ونعمله ده، نعمل له بي تي ان اوت لاين، ونخليه warning معانا بحيث ان هو ايه بالشكل ده. تمام. ماشي. ده بس اللي هنديله.
الديسبلاي هو هيبقى نون، عشان ما يبقاش ظاهر دلوقتي، يبقى ظاهر بعد ما ندوس على زرار الابديت اللي احنا اتفقنا عليه. خلاص. ونديله طبعا الاي دي بتاعه، ما ننساش الاي دي، ونقول له ان ده ابديت. ماشي كده، احنا خلصنا كل حاجه خاصه بالاد برودكت او بالنظام الاساسي. تعالى كده نعرض او نلغي اللي احنا كنا عاملينه بالشكل ده. ماشي ممتاز جدا. طيب تعالى بقى نكمل مع بعض الديسبلاي. ماشي تعالى نبدأ مع بعض دلوقتي. ادي نبدأ بأول حاجة، الديف بتاعتنا الأساسية الكبيرة اللي هتبقى شايلة كل العناصر. تمام. ودي نديها شوية كلاسات. ادي الكلاس الأولاني هيبقى طبعا كونتينر، ونعملها برضو باك جراوند ترانسبيرنت. مش عشان بس فيها شوية عناصر كمان تانية، ممكن كمان نديها البوزيشن هيبقى ريليتيف، لأن احنا هندخل جواها عناصر تانية وهنحركها. تمام. ودي نعملها مثلا بوردر، ونعمل لها بوردر ماشي، ونخليه مثلا 2. تمام. ماشي. طيب جوه بقى هنكتب فيه، في عندنا أكتر من حاجة جوه. أول حاجة لو نبدأ بيها ال H2 عشان نبدأ العناصر بتاعتنا. أو نقول له يعني ده هنا فين، أو احنا في أي مكان. نكتب مثلا here is، أو نكتب مثلا our products. تمام. نخلي بقى طبعا ندي شوية كلاسات. ممكن كمان نديها الكلاس الأساسي لده، بس احنا كده ما عندناش حاجات كتير جدا تبقى ماشي. هي نديله هنا كلاس بتاعنا الأساسي. ادي تكست سنتر، وادي تكست كابيتالايز. نعمل فونت ويت، ونعمل الفونت ويت بتاعه مثلا بولد بالشكل ده. تمام ممتاز جدا. خلصنا كده ال H2. عايزين بقى نعمل دلوقتي الجزء الخاص بالبحث والزرارين بتوعه. فادي الديف بتاعتهم الأساسية. تمام. هنديله ادي الانبوت ده تكست، ونخليه كلاس بنديله بقى شوية كلاسات. نخلي الويتس بتاعه من غير ويتس بقى. احنا كده كده عملنا له فورم كنترول، هو هيبقى الويتس بتاعه اصلا 100%. خلاص نديله بليس هولدر. نعمل مثلا سيرش فور برودكت. تمام. ونعمل تحتيه الباتنز بتاعتنا. طبعا الباتنز عشان نقدر نعملها الاتنين جنب بعض نعملهم في ديف عشان نديهم اي ديسبلاي احنا عايزينه. وادي الباتن. نعمل هنا ادي سيرش باي نيم، ونعمل هنا الكاتيجوري. كاتيجوري. ماشي. تعالى بقى نعمل الاتنين دول خاصية مع بعض. نعملهم ادي كلاس، وادي بي تي ان، وادي بي تي ان. نعمل واحد مثلا ممكن نعمل واحد برايمري، ونعمل التاني نخليه مثلا ماشي ممكن نخليه سكسس، واحد مثلا انفو، عشان يبقى ايه نفس العناصر. ادي سكسس والتاني انفو عشان يبقى ايه شكل برضو شبه بعض. ماشي. ونديهم الاتنين الويتس بتاعهم. ده ويتس 50، والتاني هيبقى الويتس بتاعه 50. ماشي. طبعا احنا عملنا ديف لوحدهم ليه؟ عشان نعملهم ده كده كلاس، ونعمل الديسبلاي فليكس عشان يبقوا جنب بعض. ماشي. ممكن كمان نديهم جاب، شوف كده الجاب هتنفع معانا ولا لأ. جاب 2. ماشي. طيب ماشي. ممكن كمان بقى نديهم عشان هم يعني لازقين قوي في السيرش. ممكن نديهم كمان مارجن توب 2، يعني يبعدوا عنه شوية. ماشي. طيب آه يعني برضو الليفل الأساسية اللي شايلة
كل السيرش نديها كلاس، ونعمل له مثلا مارجن توب 2 عشان يبقى يعني بعيد برضو عن our products او عن ال H1. آه، بس ده يعتبر يعني بس كده كويس جدا. تمام. ماشي. ده كده الشكل بتاعنا. طيب خلصنا كده الديف التانية اللي هي بتاعت السيرش. خلينا بقى نعمل الجزء المهم اللي احنا اصلا يعني مزودينه النهارده، اللي هو اصلا بتاع السلكت او السورت يعني بمعنى اصح. تمام. طيب عشان بس ما ننساش قبل ما ننسى، انا ده سيرش باي كاتيجوري، ده نديله اي دي، نعمله سيرش باي اي دي. ده هيبقى لا مش في الانبوت، اه مش كده كده، لازم نديله كده اصلا. نعمل ده سيرش انبوت، وادي سيرش باي نيم، ده نديله كمان هو كمان اي دي. ادي اي دي سيرش باي نيم، والاي دي التاني اللي هو هيبقى سيرش باي كاتيجوري. خلاص ماشي عشان بس ايه ما ننساش. طيب عندنا بقى الجزء الاخير اللي هو خاص بالسلكت بقى، اللي احنا عايزين نعمل السورت بتاعه. ده عباره عن ديف اسمها اصلا سيلكت. تمام. وسيلكت دي بنبقى فيه جواها اكتر من اوبشن. خلاص كده نعمل الاوبشن الفاليو بتاعته اللي احنا هنختارها. فاحنا ممكن هنعمل اول واحده بس، نعمل حاجه اسمها selected، يعني دي هتبقى الاساسيه، ونعمله select. يعني بلاش بقى select، تبقى sort your product. تمام. تعالى كده نشوف هي فين اصلا مكانها. تمام. بص هي فين، هي على الشمال، احنا عايزين نخليها اقصى اليمين، فهي عشان كده احنا عملنا الكلاس بتاعه ان هو يبقى position relative. ادي نعمل بقى كلاس، وادي نعمل البوزيشن بتاعه هيبقى absolute. وهنعمل له نعمل مثلا ايه left. الليفت هو سميه end زيرو. ماشي. عشان يبقى ناحية اليمين خالص. ممكن كمان نعمل له مارجن ليفت او مارجن عموما عشان برضه يبقى بعيد عن كل حاجة. اجي مارجن 1 عشان يبقى بعيد برضه عن العناصر اللي فوق واللي جنب واللي جنب الشمال. تمام. اوكي. تمام. ممكن نديله ايه تاني كمان، ممكن نديله كمان ويتس 25 عشان يبقى اكبر او اصغر شوية. آه... تمام. ونيجي بقى العنصر الاساسي اصلا طالما ده فورم سيلكت، نديله فورم سيلكت الخاص بالبوت ستراب عشان يبقى شكله يعني زي ما هما بيظبطوه. خلاص. بس لو عملنا زوم اوت بس عاوزك المنظر. تمام. هو يبقى كده. اوكي بس نكبره علشان الكلام يبقى واضح قوي في الفيديو. أوكي. طيب نعمل ايه تاني، عايزين يبقى الاوبشن. الاوبشن ده الاساسي. تمام. تعالى كده بقى نغير كذا اوبشن او نعمل اكتر من اوبشن. ادي اوبشن الفاليو بتاعته مثلا ascending، وده هيبقى مثلا A to Z. ماشي. وده مثلا descending، ده مثلا هيبقى Z to A. ده هيبقى مثلا low، اللي هو برايس low to high. نعملها كده ادي برايس low to high، وادي الهاي نعمله برايس هاي تو لو. تعالى كده نشوف الاوبشنز بتاعتنا. تمام. دي كده كل حاجة شغالة تمام معانا. ماشي.
بحيث إن حتى لو اخترناها من هنا ادي A to Z، وادي Z to A، وادي برايس لو تو اي، وادي الهاي تو لو. تمام كده شغالين كل حاجة مفيش مشكلة. اوكي، يبقى خلصنا كده السلكت. تمام، طبعا لازم نديله اي دي، ونديله الاي دي مثلا نعمله مثلا سورت. ماشي، سورت برودكت مثلا. ماشي، ونقفل الجزء الخاص بالسلكت. تمام. طيب كده خلصنا كل حاجة، فاضل بقى ان احنا نعرض منتج. فخلينا نبدأ الاول ان احنا نعرض منتج اساسي ونعمل له الكارد بتاعته بشكل اساسي، وبعد كده نبدأ ان احنا نشيلها ونحط مكانها طبعا اللي احنا هنعمله في الديسبلاي في الجافا سكريبت. تمام. ادي نديله ده كلاس، وادي كونتينر. تمام، ده كده هيبقى اللي هو يعني الجزء اللي شايل اصلا الكارد نفسه. وادي نعمل بقى ديف اساسيه هي اللي هتبقى شايله كل الكاردز. نعملها مثلا ادي نعمل دي كام كلاس كده، مارجن توب مثلا 5 عشان تبقى بعيده شويه عن الكلام. وادي ديسبلاي فليكس، ونعمله كمان فليكس راب، ونعمل الجاب ما بينهم مثلا 3 عشان تبقى مسافه واسعه. وعشان طبعا نقدر نحدد justify content center. خلاص، ونديله اي دي، وده هيبقى الكارد بتاعنا. تمام ماشي. جوه بقى هنا الديف بتاعت الكارد نفسها، ونديها كام كلاس كده، نديها كلاس ونعمل لها ان ده هيبقى الكارد. خلاص، ونعمل لها كمان ممكن نديها كده حاجه اسمها ستايل، ان هما في البوت ستراب اصلا عاملين الجزء ده. ونديها الويتس، وهما كاتبين ان هو هيبقى 18 ريم. ماشي، هو ممكن يكون حجما كبير شويه، لكن انت عايز تصغره طبعا صغره على حسب يعني الشكل اللي انت حابه، ده هيبقى ده مناسب معاك ولا لا. ادي الايمج، نعمل سورس كود مثلا، ادي الايمج بتاعتنا. احنا لسه ما حطيناش الملفات بتاعتنا، تعالى نحطها ونرجع تاني. ادي images، ونعمل مثلا ايه، نعمل مثلا هير ده. خلاص، بعد كده نشوف بقى إيه اللي حصل. ادي الهير اتحط معانا، مفيش اي مشكلة. وطبعا علشان الايمج بتاعتنا ما تبوظش المنظر بتاعنا، لان احنا احجام الصور بتاعتنا مختلفة كل صورة عن التانية. فهنديله ويتس 100، ونعمله كمان الهايت هي عشان تبقى واخدة مساحة الصورة كلها. ونعمله حاجة اسمها كارد ايمج. نعمله حاجة اسمها كارد ايمج توب عشان تبقى الصورة هي في المقدمة. خلاص، دي كده الايمج. تعال بقى نعمل له شوية تفاصيل بقى، اللي هو اسم المنتج والكاتيجوري والديسكريبشن والحاجات دي كلها. طيب تعالى كده نعمله H5، وده هيبقى الكارد تايتل. تمام، وادي نديله حتى كلاس، ونعمله كارد، وادي نعمله تايتل. تمام. ممكن كمان نديله فونت ويت مثلا، نعمله بولد عشان يبقى ايه، ظاهر معانا او مختلف عن التاني. نعمل مثلا ده هيبقى كريم. تمام، ده كده ال H5. طيب تعالى بقى نعمل الديسكريبشن، حتى ممكن كمان نعمله باراجراف. وديسكريبشن طبعا نعمله كريم مثلا برضو. ونديله شوية كلاسات، نعمل مثلا تكست ميوتد عشان يبقى كلام مش
مش بنفس الجودة او بنفس القوة بتاعت الكارد نفسه، بالظبط نفس الكلام كده. تمام. ونعمل باراجراف كمان، وده هيبقى مثلا لورين 10. ده هيبقى الديسكريبشن بتاعه. فنعمل له مثلا ادي كلاس، وده هيبقى الكارد تكست بالشكل ده. تمام. طيب بعد كده المفروض احنا عندنا اتنين بوتون. نعمل ده الايديت. ادي الايديت برودكت، وده الديليت برودكت. ممتاز. طبعا نديهم كلاسات، ادي بي تي ان وادي بي تي ان warning. وزرار تاني بتاع الديليت نعمل له مثلا ادي كلاس بي تي ان، ونعمل له بي تي ان danger. تمام. احنا ممكن كمان نعمل حاجة هنا، نشيل كل ده ونحط كل الكلام ده في div. نسمي ده كلاس حاجة اسمها card body، عشان يبقى كل الكلام ده جوه البادي بتاع الكارد، يبقى يعني ياخد جنب كده شوية معانا. تمام. تعالى نعمل فورمات دوكمنت عشان يبقى كلام واضح معانا. ماشي. ممتاز جدا. هي الكارد بادي اصلا فيها كذا، فيها فليكس وفيها بادنج فيها اصلا مظبطه الدنيا، عشان ما نحتاجش احنا ايه نعمل فليكس ونعمل بقى الشغلانه دي كلها، نعمل ديف تانية وحاجات زي كده. اوكي. طيب بعد البطن احنا عندنا دلوقتي تحت البطن في الفونت اوسم. هنستخدم مثلا اللي هو زي النجوم او الريتنج بتاع المنتج ده. وكمان هنستخدم معانا البرايس. تمام. طيب خلينا نعمل بقى الكلام ده في ديف، لان هو هيبقى الاتنين جنب بعض. نعمله كلاس ونعمله ديسبلاي فليكس، ونعمل justify content between عشان يبقوا في مكانين، او الاتنين اقصى يمين واقصى يسار، يبقوا الاتنين في اتجاهين مختلفين. ونعمل مثلا margin top 2، ونعملهم كمان margin bottom عشان يبقى في مساحة كمان تحت يبقى 2. تمام. ماشي. تعالى كده نضيف بقى العناصر بتاعتنا. ادي الديف الأساسية اللي هتبقى شايلة كل الستارز من الفونت اوسم باينة. خلاص احنا اوريدي مختارين ده. تعالى بس نغير اللون بتاعه. هنا اللون خليه أصفر. ممتاز جدا. خلاص كل اللي هنعمله بس هناخد الايكون دي نعملها كوبي. تمام. نعملها كام مرة؟ نعملها ادي مرة، تانية، تالتة، الرابعة. كده عملناها 4 مرات. وهنعمل بقى الهاف ستار. ممكن نختار دي، ممكن نختار في شكل ده انا بفضله يعني، اللي هو يبقى ستار كاملة ونصها هو اللي مش موجود. آه، ممكن نكتب هنا بدل الستار نعملها هاف ستار. يعني مثلا بحب اختار الهاف ستار دي برضو باللون الاصفر، ونعملها كوبي ونضيفها كآخر عنصر معانا. تمام. تعالى نرجع الدوكيمنت. ظهر معانا بالشكل ده. تمام. ماشي. تحت خلاص كده ده الديف بتاعت الستارز. وتحت ديف الستارز هنعمل
div كمان، ونخلي ده في span مثلا، ونكتب له مثلا ده مثلا 200 ال اي. مش نديله شوية كلاسات كده. برضو ممكن نديله تكست ميوتد بحيث انه يبقى ايه، مش باين اوي. ماشي، ده كده الشكل بتاعنا الاساسي. تعالى كده نشوف نفس الطريقة، نفس العناصر بتاعتنا كلها الى حد ما هي. تمام، نفس الشكل ونفس كل حاجة. تمام. تعالى حتى نكبر الشغل بتاعنا عشان نشوفه. ده كده بنفس الطريقة، نفس كل حاجة، مفيش أي اختلاف. ده الشكل بتاعنا اللي احنا عملناه دلوقتي، وادي الشكل الأساسي أو بتاع البروجكت بتاعنا الأساسي. هنصغر بس حجم الصورة شوية عشان متبقاش كبيرة أوي. طيب نفس الشكل بالظبط. تمام، ممتاز جدا. ده كده تصميم اليو اي بتاعنا. ده كده نعتبر خلصنا كده، احنا تقريبا دخلنا في نص ساعة أو أكتر. خلينا كده نشتغل على اليو اي في محاضرة، ونشتغل على اليو اكس في المحاضرة الجاية إن شاء الله. تمام. كده خلصنا كل الجزء الخاص باليو اي، وعرفنا نعمل التصميم بتاعنا كشكل عام. دلوقتي عايزين بقى نشتغل على ان شاء الله على اللوجيك بتاعنا. هنبدأ ان شاء الله نشتغل دلوقتي على جافا سكريبت. اول حاجة نبدأ نعملها، كل اللي احنا هنعمله اول حاجة ان احنا نبدأ ننادي على كل الكولز، او نبدأ ننادي على كل الايديهات اللي احنا عملناها هنا، نناديها في الجافا سكريبت. يلا بينا نبدأ. نبدأ كده ديليت. تمام. طيب، زي ما اتفقنا احنا عايزين اول حاجة نعملها، هنبدأ نعمل المتغير بتاعنا الاساسي الا وهو الاري. فهنقول له ده ادي ليت، وادي برودكتس، خليه كجمع، وادي الامتي اري اللي احنا عايزينها، اللي احنا هنضيف عليها بروجكت بتاعتنا. طيب، اول فانكشن عايزين نعملها لو هي راد. يلا بينا نبدأ. ادي الاد دوت ادي listener، وهنقول له اول ما تبقى كليك اعمل لي فانكشن. وهنبدأ بس الاول ان احنا نعمل لوج، ونقول له مثلا كليك، عشان نبدأ بس نشتغل ونشوف ان هي شغالة ولا لا. تمام، دي كده بقت شغالة معانا. طيب، بكل بساطة عايزين نعمل ايه؟ عايزين نعمل دلوقتي ونقول ان آم، اول حاجة نعملها هي ان في اوبجكت هو اللي يبقى فيه كل العناصر بتاعتنا. تمام، يبقى كده ادي ليت والبرودكت، ده هيساوي ادي البروجكت بتاعنا، الاوبجكت بتاعنا.
ايه الاوبجكت بقى الموجود المفروض يبقى فيه؟ هيقول لك والله ايه برودكت نيم. او ممكن اختصر مثلا نخليه مثلا بي نيم، ده اللي هيساوي برودكت نيم دوت فاليو. اهي كوم، وادي البي برايس، ده اللي هيساوي البرودكت برايس دوت فاليو. يعني احنا كده كل اللي بنعمله بس ان نقول له ان القيم اللي هتكتبها في الانبوتس دي هي هتبقى موجوده او تتحفظ تلقائي في الاوبجكت بتاعنا. تمام. ماشي، وادي البرودكت كاتيجوري، ده هيساوي البرودكت كاتيجوري دوت فاليو. ماشي، ايه تاني عندنا كده النيم والكاتيجوري والبرايس والديسكريبشن ما عملناهوش والايمج ما عملناش. طيب نعمل الديسكريبشن الاول. ادي بي اللي هو البرودكت ديسكريبشن، ده هيساوي برودكت ديسكريبشن دوت فاليو. واخيرا البرودكت ايمج، وده هيساوي البرودكت ايمج. طيب ده المفروض ان هو مش هيبقى بيساوي الفاليو. تمام. زي ما خدنا قبل كده ان احنا المفروض عندنا في ملف اسمه الايمج بتاعنا، فادي الباك تك، وادي الايمج، وادي سلاش مره كمان عشان يبقى جوه الفولدر، ونعمل له الجزء الخاص بينا، ونقول له والله ده هيساوي البرودكت نيم، لا البرودكت ايمج انا اسف، دوت فايلز اوف زيرو. اول فايل بتحطه لو هنحط فايل واحد دوت نيم. يبقى احنا كده جبنا الفايل نيم بتاعه. تمام. ماشي، يبقى كده عملنا اول جزء خاص بينا. طيب عايزين دلوقتي بقى نضيف او نعمل بوش دي العناصر دي في الاري اللي عندنا. تعالى كده نشوفها. ادي برودكتس، تمام، دوت بوش، اعمل لي اضافه في الاري بتاعتي للبرودكت اللي احنا سجلناه. خلاص. طيب وبقى ما تعمل كده اعمل لي مثلا سي لوج للبرودكتس كلها، بس عايز اتاكد ان احنا شغالين صح. ادي البرودكت نيم مثلا نعمل المينك مثلا، والكاتيجوري بتاعه كريم، البرايس 100، ونحط له صورة من عندنا، والديسكريبشن مثلا دول اي حاجة. نعمل اد برودكت، بقت الاري فيها العنصر بتاعي. ادي الاري، ادي الاوبجكت، اول حاجة المينك وكل حاجة موجودة فيه. تمام. طيب بعد كده المفروض بقى عايزين نعمل فانكشن ديسبلاي. بس قبل فانكشن ديسبلاي عايزين نحط فيه الاد برودكت، ان احنا نضيف الكلام ده كله فين؟ في اللوكال ستورج عشان يتحفظ معانا على طول. فادي لوكال ستورج دوت سيت ايتم، بنضيف له ايتم جديده ونسميها برودكتس. تمام. طيب بس عشان هتبوظ عندي البرودكت ارين، هي مثلا برودكتس 1 كوما، ونقول له ضيف لي ادي الجيسون، عشان احنا الاضافه بتاعت البرودكت او اضافه الست ايتم بتاعت اللوكال ستورج بتاخد مني سترينج، فانا لازم احول الاري او احول الاوبجكت بتاعي لسترينج. فنقول له جيسون دوت سترينجفاي، ونقول له حط لي البرودكتس كلها. ممتاز جدا. تمام. فنعمله كمان مره اد. تمام كده ضفناها مرتين. تعال بقى نشوف في الميموري، يعني اسف في الستورج، وادي لوكال ستورج، وادي الجزء الخاص بينا، وعندك اهو برودكتس، وادي كل حاجه موجوده فيها. تعال حتى نضيف كده كمان، قالك والله كده اوبجكت 1 اوبجكت 0 في اكتر من اوبجكت معانا. تمام. ممتاز جدا. عايزين بقى نعرض الكلام ده كله في الديسبلاي، يبقى هنعمل له فانكشن لوحدها نسميها display
برودكت. والديسبلاي برودكت بقى دي هنعملها انها هتاخد اي اري. تمام. اي اري عندك هتقدر تاخدها وتبدا تعرضها معاك. طيب ليه عملنا حاجه زي كده؟ بكل بساطه احنا دلوقتي ان شاء الله في المرحله الجايه هيبقى في اكتر من اري احنا عايزين نعرضها، سواء كان السورتد اري او الماتشد. لو احنا عايزين نبحث على حاجه ففي اكتر من اري هنبدا نعرضها. بدل ما اكتب هنا برودكتس عشان ما تتلخبطش هكتبها هنا اري. تمام. طيب في الديسبلاي انا عندي ايه؟ عندي ليت الاكس. جرى العرف برضو بدل ما تسميها اكس بتسميها حاجه اسمها بلاك بوكس، الصندوق الاسود. جرى العرف عليها، ولكن تسميها اي حاجه كله زي بعض مفيهاش اي حاجه. خلاص. ماشي. عايزين نعمل إيه دلوقتي؟ عايزين نعمل لوب، او عايزين نعمل اللوب بتاعنا. طيب المرحله الجايه دلوقتي عايزين ان احنا نعرض كل البيانات الخاصه اللي موجوده في الاري. عشان اعمل كل البيانات لازم اعمل ايه؟ لازم اعمل لوب عليها او اعمل تكرار عليها. هي دي الفور لوب بتاعتنا، نسميها اي. تمام. ونخلي بقى الاري هنا هي الاري، لان هي اصلا بتعود على الموجود هنا، البارامتر ده. تمام. طيب نشيل بقى كل جزء ده مش عايزينه. عايزين نعمل ايه؟ قال لك والله ان البلاك بوكس ده هيساوي بلس ايكوال، وادي الباك تيك بتاعي. المفروض ان هو هيساوي ايه؟ هيساوي كل البيانات اللي انا كتبتها في الديسبلاي. ادي الاندكس بتاعنا. في الديسبلاي هنا كل الجزء الخاص بالكارد اللي هو اسمه ديف كارد ده كله. تمام. تعالى كده نشيله مع بعض. بقط. والجزء ده نحطه كله هنا. تمام. طيب عايزين بقى نغير ايه دلوقتي؟ عايزين نغير السورس، وعايزين نغير الايمج، وعايزين نغير كل البيانات دي كلها. طيب تعالى كده نبدأ. ادي السورس بتاعنا بتاع الايمج، احنا مش عايزينه يبقى ثابت، هنحطه في الدولار ساين، وادي العلامة ما بين قوسين. وهنقول والله ده الاري اوف اي دوت البرودكت ايمج اللي احنا جبناها من الايه، من الجزء الخاص بالاري والاوبجكت بتاعنا. ماشي. ادي اتش 5 الكريم. لا احنا مش عايزين نحط كريم، ده المفروض ده التايتل بتاعه. ادي دولار ساين، وادي الاري اوف اي دوت برودكت نيم. ده المفروض ده الكاتيجوري برضو. ادي وادي الاري اوف اي دوت برودكت كاتيجوري. كل بقى اللورم ده كله. تعالى بس الاول نعرف ابتدينا فين. ماشي. ادي الباراجراف بتاعنا، ده الديسكريبشن بتاعه. اي اي دوت برودكت ديسكريبشن. واخيرا عندنا البرايس اللي هو بي برايس. نسينا نعمل array of i. تعالى كده نشوف هل هي معروضة ولا لأ. تمام. لسه ما اتعرضتش ليه طبعا، لأن احنا ما عملناش ال inner HTML، وما عملناش أصلا كل function. فهنيجي في آخر سطر خالص نمسك الدوكيمنت دوت get element by id. طيب الاي دي بتاعنا اللي هو ايه؟ احنا عايزين نمسك الكارد الأساسية اللي هي فوق. فدي الكارد اهي. نقول له الكارد بتاعتك، تقول له دوت inner HTML، يعني نضيف لها ال HTML الخاص بيها، ألا هو البلاك بوكس. تمام. طيب عايزين بقى نعمل ايه؟ عايزين بقى في كول، او نعمل لما نيجي نعمل كول للفانكشن دي نعملها امتى؟ نعملها لما تعمل اد. فادي display products of
وهنعرض البرودكتس بتاعتنا. ادي اد ظهرت معانا بالشكل ده. تمام ماشي. تعالى برضو عشان نبدأ نشتغل على جزء كويس. نختار الستورج، وادي اللوكال ستورج، وادي برودكت نيم وبرودكت دوت 1 نمسحها. تمام بحيث ان احنا ايه نعرض الكلام ده الأول، يبقى فيها برودكت واحد. وبعد ما عملنا الديسبلاي للفانكشن بتاعتنا، عايزين نعمل الكول للكلير داتا، لان احنا بعد ما نعمل الاد بيحصل ان الداتا بتاعتنا موجودة. تمام طيب، فعايزين نعمل برضو فانكشن تانية اسمها كلير داتا، ما بتاخدش بارامتر، ونقول له بقى ان كل الداتا الموجودة اللي هي البرودكت نيم ودوت فاليو بتساوي empty string. فادي برودكت نيم دوت فاليو equal empty string، وادي البرودكت category دوت value equal empty string، والبرودكت دوت برايس دوت value empty string. كل الحاجات دي احنا خدناها قبل كده، مفيش اي جديد عليها، بس نبدأ ان احنا نعمل مشروع كامل من الاول خالص. تمام. وادي البرودكت description دوت value equal empty string، وممكن كمان نعمل البرودكت image دوت value equal empty string. وما ننساش ما ننساش ما ننساش نعمل كل الفانكشن ده اهم حاجه. clear data، نعمل اد تشيل داتا ويظهر معانا الداتا تحت. طيب لو جينا دلوقتي عملنا اد برودكت، هيظهر عندنا مشكله، يقول لك والله انا مش لاقي النيم اللي هو في الفايلز، فبالتالي دي مشكله في الاد. فلازم قبل ما نعمل اد نعمل تشيك الاول، هل في آه صوره اخترتها؟ لان دي كده مشكله في الصوره. عندي مشكله في ايه؟ اللي هو البرودكت ايمج دوت فايلز از undefined. يبقى انا عندي اقول له لو انت مش undefined ابدا اعمل لي بقيه الفانكشن. لو انت عندك مشكله في ان انت مش ما فيش بيانات من جواك، يبقى وقف الكود على طول. طب هنكتب الكود ده فين قبل ما نعمل الاد؟ نعمل له if condition، نقول له if، وادي الكونديشن بتاعنا الاساسي ان هو لو ده الجزء الخاص بالبرودكتس ده، نعمل له هنا ده كده لو بترو كمل. طب انا عايزه لو مش بترو، يبقى نعمل علامة التعجب، دي معناها لو الحاجات دي آم، لو الحاجات دي مش صح او المشكلة في هنا، ايه اللي هيحصل؟ المفروض ان تقول لك ايه، اعمل لي alert، وقول له مثلا choose image. ماشي، وبعد ما تعمل choose image اعمل لي return على الفاضي، يعني اعمل لي ارجع لي او وقف الكود كله. تمام. لو جينا عملنا كده ادي ادي choose image وطلع لي بره على طول. تمام ماشي. طيب الحاجة التانية برضو عايزين نعملها، احنا عايزين لو انا دلوقتي عملت ريفرش للصفحة، هل في بيانات هنا اتسجلت؟ لا. طب قال لي مشكلة، انا عندي مشكلة دلوقتي ان انا عندي البيانات متسجلة في local storage اهي، وادي products 1 يعني فيها اصلا داتا. طب ليه مش ظاهرة؟ لان انا لازم اعمل له برضو اول ما نبدأ نفتح الصفحة بعمل له if condition، لو في products يعني او في اصلا products موجودة ابدأ اعرضها لي. تمام. لو مفيش موجودة يبقى خلاص، يبقى اول كود يبقى لازم if condition. ايه الكونديشن بتاعنا؟ لو الجيسون دوت بارز
ادي اللوكال ستورج بتاعنا دوت جيت element او جيت ايتم، ونقول له الايتم اسمها ايه، ادي products 1. طب تبدأ تعمل لي ايه؟ قال لك والله نتيجة الكود ده يعني ان البرودكتس هتساوي الجزء ده. يبقى البرودكت هتساوي البرودكت الموجودة اصلا في اللوكال ستورج. طب لو كده يبقى يعرض لي، يعمل لي ديسبلاي البرودكتس اوف برودكتس، اعرضها لي. اعمل سيف، ادي الداتا اتسجلت عندنا على طول. تمام، ماشي. تعالى كده نضيف اكتر من برودكت. خلاص تعالى نمسح البرودكتس القديمة ونضيف برودكتس جديدة عشان نبدأ نشتغل. ادي المينج، وده هيبقى كريم، البرايس بتاعه مثلا 120. نختار له اي صورة، والديسكريبشن بتاعه مثلا نايس كريم، نعمل اد. ماشي، تعال نضيف كمان منتج نسميه مثلا عندنا حاجات زي ماشي منتج تاني مثلا كمثال فيكس هير، ده برضه كريم، ده مثلا 150. الصورة تمام. فيكس يور هير نايسلي او نايس، نعمل اد. تمام، يبقى احنا كده ضفنا منتجين. خلاص، احنا عندنا مشكلة في الغالب في الديسبلاي. تعالى كده نشوف مشكلة الديسبلاي ايه. المفروض ان احنا عاملين له ديسبلاي فليكس، المفروض ان هو يظهر فليكس. طب تعالى كده نشوف المشكلة عندنا فين. ادي الكارد، وادي ديسبلاي فليكس، ديسبلاي فليكس راب جاب 3 جاست في كونتنت سنتر. طب خلي دي بس نو راب عشان المنتجات تبقى جنب بعض. تمام، ماشي تمام. طيب خلينا برضو نشوف الانديفايند دي ايه. تعالى كده في المين جي اس، عندنا في البلاك بوكس نسينا نعمل ان ده empty string عشان يبقى يظهر معانا بالشكل ده. خلاص، تعالى برضو نشوف موضوع الباتمز عندنا مش جاية جنب بعض قوي. ادي ادي البوتوم الاولاني والبوتوم التاني. طيب ممكن ايه، طب احنا لو كبرنا الصورة هيبقوا جنب بعض. بعد كده نشوف بس لو احنا كبرنا الصورة هل هي مشكلة في تصغير الصورة ولا لا. اه، هي بس مشكلة في حجم الصورة، مش في يعني مش في التنسيقات بتاعتنا يعني. طيب خلاص كده ظهرت معانا كل حاجة تمام. تعال نصغر ده شوية، يعني مش عايزين اللوج قوي يعني، او مش عايزين كونسول قوي. كل حاجة بنسجلها بتبقى موجودة اصلا في الصفحة الأساسية. تمام، خلاص كده عملنا الديسبلاي وعملنا كلير داتا وعملنا لوكال ستورج وعملنا كمان قواعد الاف والاد. طيب المرحلة الجاية عايزين نعمل ايه؟ تمام، دلوقتي عايزين نعمل اتنين فانكشن خاصين بالديليت والاديت بتاعتنا. نبدأ بفانكشن جديد نسألهم. ادي delete برودكت، متاخدش متاخدش حاجة يعتبر. هنقول والله هو المفروض ان انا امرر لها الاندكس بتاعه، فهي بتاخد الاندكس. هتقول له ايه؟ قال له والله ان احنا بنعمل دلوقتي عندنا ادي البرودكتس كلها دوت سبلايس، اقطع لي من اول الاندكس وعدد واحد، وبعد كده اعمل لي ديسبلاي للبرودكتس اوف برودكتس. تمام، بس كده تمام. هل في حاجة تانية؟ حاجة مهمة جدا، لازم تعمل اللوكال ستورج وتعمل له دوت set item، اعمل له ست جديدة او اعمل له اضافة جديدة للبرودكتس، للبرودكت واحد. ست له الايتمز كلها واعمل له اللي هي جيسون دوت stringify
ليه ليه بقى للبرودكتس بتاعتك عشان تتسيب، يعني بحيث ان احنا لو عملنا كده مثلا ديليت مثلا ده، تمام. احنا لسه ما ضفناش اصلا فانكشن ديليت. طيب ادي في الديسبلاي، ادي البطن بتاعنا بتاع الديليت، هعمل له اون كليك، اعمل لي ايه، اعمل لي الفانكشن بتاعتي الا وهي delete product، وابعت لي جواه الاندكس اللي هو اي. ماشي، نعمل كده delete، يتمسح، نعمل ريفرش، ما جاش تاني، تمام. عشان كده احنا لازم نكتب الجزء الخاص بيه local storage، تمام. ماشي، ده كده الفانكشن بتاعت الديليت. طيب عايزين نعمل بقى دلوقتي الايديت. زرار الايديت مهم جدا زي ما اتفقنا، ان احنا عايزين نجيب الاندكس بتاعه عشان لما اجي اعمل زرار ابديت فوق يبقى هو نفس العنصر، فانا عايز امسك العنصر ده. فهعمل له ادي ليت، هعمل كده متغير ادي ليت كي واسيبه فاضي، تمام. وادي الفانكشن بتاعت الايديت بتاخد بارامتر بيساوي الاندكس برضو، تمام. جوه بقى الفانكشن دي هقول له والله ان الكي بتاعك بيساوي الاندكس اللي انا دوست عليه. ده اول خطوه. تاني خطوه، هجيب كل الفاليوز اللي موجوده في الشغل بتاعنا اللي فوق، اللي هو اصلا البرودكت نيم والبرودكت برايس وكل الكلام ده. طيب انا عايز اجيب ايه بقى؟ هقول والله تعالى كده نشوف حتى الكلير، ياخد الفاليوز كلها اللي هنا، وده كوبي، وادي هنا انتر. المفروض بقى دول مش هيساوي امتي سترينج، لا دول هيساوي ايه؟ هيساوي البرودكتس للاندكس بتاعك. خلاص، كل ده هيتكرر معانا. كل بس اللي هيختلف ده هيبقى دوت النيم، ده هو البي نيم، وده هيبقى البرودكت كاتيجوري مثلا الدوت، وده هيساوي دوت برايس، برودكت برايس، وده هيساوي دوت برودكت ديسكريبشن، تمام. وممكن اصلا تأجل موضوع البرودكت فاليو، لان احنا كده مش محتاجين اصلا يبقى فيه فاليو في الايمج، فهي تمام. طيب وهنعمل ايه دلوقتي؟ هنغير بقى البوتومز. البوتومز بتاعتنا اللي هي الاساسي بتاعنا اللي هو الاد دوت كلاس ليست دوت اد، بضيف للاد برودكت، بضيف له ايه؟ بقول له display none، واعكس الموضوع في الابديت دوت كلاس ليست دوت ريموف، بشيل منه الديسبلاي نون، يعمل سيف. طيب هل هتشتغل؟ لا، لان احنا ما عملناش كل الفانكشن دي جوه الاوبجكت بتاعنا، تمام. ادي ادي زرار الابديت او الايديت، ماشي. ادي نقول له اون كليك يساوي، اعمل لي الديليت فانكشن وابعت له فيها الاي. عملنا كده. طيب نطلع فوق بس شويه، كده مفيش داتا فوق، تمام. نعمل edit، الزرار اتغير وكل حاجه اتغيرت، تمام. احنا ممكن نعمل بس بدل ما نخليه outline للزرار الخاص بالابديت، نخليه زرار عادي، لان هو الاوتلاين ده كده مش شكله حلو قوي. لكن نعمل edit. ده كده شكله افضل بالنسبه لنا، تمام. اوكي، ده كده خلاص عملنا الابديت. طيب
عملنا الإيديت بمعنى صح. خلاص تعالى كده نوقف ده كله عشان بس العناصر تبقى مش باين عندنا. طيب ادي الابديت دوت اد ايفنت listener دوت، نفتح قوسين اون كليك لما يحصل لك حد يدوس عليك اعمل لي الفانكشن الآتية. ايه هي الفانكشن دي؟ اول حاجة عشان بس نبقى ايه، نعمل اول لوج للكي بتاعنا عشان نتأكد احنا ماسكين العنصر ده ولا لا. خلاص، وبعد كده نعمل لي كلير داتا عشان تمسح العناصر. تعالى كده نشوف. ادي الايديت، المفروض ان احنا يطلع كان عندنا ايه زيرو. تمام، وادي نعمل ابديت، عمل لك الزيرو وعمل لك كلير للداتا دي. حلو جدا ماشي. طيب بكل بساطة انا عايز اعمل ايه؟ عايز اعدل جوه العناصر اللي اسمها product of i او دوت كي، واقول له والله الفاليو الجديده بتاعتك بتساوي الجزء اللي احنا ضفناه او الجزء اللي احنا غيرناه في البرودكت بتاعتنا. طيب في الحاله دي برضو لازم اعمل الجزء الخاص بالاد، يعني نفس فكره الاد برودكت كلها. تعال بس نصغر الديسبلاي ونفتح الاد دلوقتي. قال لك برضو هي نعمل البرودكتس اوف اي ودوت فاليو والحاجات دي كلها. طيب وفيها برضه عندنا مشكلة، المشكلة الأساسية بتاعتنا اللي هي إن الإيمج بتاعتنا برضه هو ممكن يأكسس عليها وما يحطش صورة، فبالتالي الصورة هتروح. فبكل بساطة هناخد نفس الكود ده تاني اللي هو الإف كونديشن. يبقى لازم أنا أول حاجة أعملها أتأكد إن البيانات اللي أنت بعتها لي في الإيمج صح ولا غلط، ولو ما بعتهاش يبقى لازم تحطها. خلاص، ده أول جزء بتاعنا. وادي البرودكتس اوف الاندكس بتاعنا او الكي بقى. تمام، دوت برودكت نيم. اول حاجه عدلنا كل البيانات الخاصه بيه. تمام، وادي كلير داتا. بس قبل كلير داتا المفروض ان احنا نعمل ديسبلاي اصلا. تمام، فاعمل له ديسبلاي products اوف products. خلاص، وما تنساش تعمل برضو ادي اللوكال ستورج وتخزن له البيانات اللي انت خزنتها جوه. خلاص، خلينا ناخد كوبي من هنا مثلا عشان احنا ايه ما نكررش كتير. طبعا انت ممكن تخلي اللوكال ستورج دي في فانكشن لوحدها بحيث انت تناديها زي الديسبلاي على طول. تمام، وادي كلير داتا كل حاجه تمام. عايزين بقى نعمل ايه؟ عايزين برضو نعدل العناصر بتاعت الزرار. وادي الاد دوت كلاس ليست بتاعك، نعمل له ريموف للديسبلاي نون. والابديت زرار الابديت دوت كلاس ليست برضو، ونعمل له اد ونضيف له الديسبلاي نون. ماشي، تعالى كده نجرب. ده مثلا اي دي فيكس هير وكريم. ادي الايديت وبرايس بتاعنا مثلا 150. تعالى بقى نعدل فيه التلات معلومات دول. ادي فيكس هير نايسلي and more. عملنا كده كل الحاجات العناصر اللي فيها، ونعمل ابديت. العناصر كلها اتشالت والزرار رجع تاني، وننزل تحت البرودكت بتاعنا. ادي كل حاجة اتغيرت فيه. تمام ماشي ممتاز جدا. يبقى كده الابديت بتاعنا برضو شغال. خلاص، ولو ما ضفناش فيه صورة برضو مش هتشتغل معانا لان احنا عاملين الاف كونديشن بتاعتها.
ماشي، يبقى كده خلصنا الاد، خلصنا الديسبلاي، خلصنا الكلير، خلصنا الديليت والابديت والاديت. ودي الحاجات اللي احنا دخلنا عليها المره اللي فاتت. تعالى بقى نخش على السيرش. السيرش بقى، بص الاول نتكلم على فكرته. فكرته الاساسيه انا عايزه لما يجي ابحث في العموم، عايزه لما يجي يبحث في العموم يبحث عن البرودكت نيم، او يبحث باي نيم على طول. ولو انا دوست على برودكت او سيرش باي كاتيجوري يبحث بالكاتيجوري. تمام. اوكي. طيب دي نقدر نعملها ازاي؟ عندك طريقه سهله. تمام. بكل بساطه هتعمل برضو متغير. هقول والله let وادي السيرش طيب مثلا. تمام. وده هنخليه كده ايه فاضي، او ممكن نخليه الديفولت بتاعه الا وهو السيرش باي نيم. ده الديفولت فاليو بتاعته. وادي هقول له بقى احنا اوريدي خدنا او عملنا، ما ناديناش لسه على الاتنين بوتومز دي. تمام. تعالى نادي عليها الاول. البوتومز دي ادي كده كانت موجوده في الديسبلاي. ادي الانبوت، وادي البوتوم بتاعنا الاولاني اللي هو سيرش باي نيم، وعملنا له اي دي سيرش باي نيم. تعالى بقى ناخد ده ونقول له let search by name equal وادي document dot get element by id، واخوه التاني اللي هو let search by data، او انا اسف by category. وده يساوي document dot get element by id، ونسميه ان هو ده. تمام. ماشي. تعال ننزل تحت خالص بقى. هقول والله السيرش باي كاتيجوري. تعال نبدأ لو باي نيم عشان ما نلخبطش الدنيا. ادي باي نيم دوت اد ايفنت listener. لما اعمل لك كليك هتعمل لي ايه؟ هيعمل لي فانكشن. ايه الفانكشن بقى اللي هتعملها؟ هقول لك والله ان السيرش تايب تمام بيساوي السيرش باي نيم. ولما اعمل لك سيرش باي كاتيجوري دوت اد ايفنت، لما ادوس على السيرش باي كاتيجوري اعمل لي ادي كليك وادي الفانكشن. قول لي والله السيرش تايب او السيرش، ايوه السيرش تايب بيساوي ان هيبقى السيرش باي كاتيجوري. طيب خلاص كده يبقى احنا لما ندوس على زرار سيرش باي كاتيجوري او سيرش باي نيم اعرض لي السيرش تايب او غير لي النوع بتاع السيرش تايب. طيب تعالى كده نعمل بقى في كل مرة اعمل لي لوج. مثلا ادي لوج عشان بس اتأكد ان كل حاجة مظبوطة. اعمل لي لوج للسيرش تايب. ماشي. وادي سيف. تعالى كده نعمل ادي سيرش باي نيم. دوسنا عليه قال لك سيرش باي نيم. لو سيرش باي كاتيجوري يعمل لك سيرش باي كاتيجوري. تمام. طيب يبقى انا كده عرفت خلاص ان انا عندي متغير وخليته هو يتغير معايا بتغير الزرار. صح كده؟ تمام. عشان ابحث اعمل ايه؟ اعمل بقى if condition. تمام. هعمل الاف كونديشن دي جوه السيرش بتاعتي. فانا هعمل ادي السيرش. احنا برضو لسه ما مسكناهاش يعني. نمسك العنصر الاساسي بتاعنا بتاع السيرش اللي هو سيرش فور برودكت سيرش انبوت. خليه فوق دور كده. ادي let search input ده equal document dot get element by id. ماشي. وادي السيرش انبوت بتاعنا. ده هقول له بقى dot add event listener. هقول له والله ايه بقى on change او on input الاتنين نفس النظام. تمام. اعمل لي function. هنمشي خطوة خطوة في الحتة دي لأن الحتة دي مهمة. اعمل لي بس الأول اللوج. مش قبل اللوج الأول نعمل الفاليو بتاعتنا. let's search value equal السيرش input dot value
دوت تو lower case عشان تبقى كلها to lower case. ادي ما عملناش لوج، انا اسف. اعمل لي لوج للسيرش فاليو بتاعتك. ادي اس وادي او عملناهم كابيتال. ادي اليو تطلع سمول عادي، او تطلع سمول عادي. تمام، وده اللي انا عايزه، مهم جدا. خلاص ماشي، نمسح بقى ده اللوج بتاعنا. طيب عايزين نعمل ايه؟ عايزين نعمل نيو اري، اللي هي let matched array. matched ماشي، خليها matched products. ده هيساوي empty array. خلاص، عايزين نعمل ايه؟ عايزين نعمل اضافة للاريز اللي هي فيها البيانات اللي متوافقة مع العناصر بتاعتنا. طيب، فاول حاجة هقول له ايه؟ ادي فور لوب، يبقى انا لازم اعمل لوب على العنصر بتاعنا. تمام، هعمل لوب على ايه؟ هعمل لوب على الاري الاساسية اللي هي products. خلاص كده تمام. وادي الاف كونديشن. بص بقى، الاف كونديشن دي هتبقى نستد اف جوه اف اساسيه. تمام، الكونديشن الاساسي بتاعنا اللي هو ايه؟ لو البرودكتس اوف اي دوت دوت ايه بقى؟ ما ده السؤال. هل انا هبحث على النيم ولا هبحث بالكاتيجوري؟ طيب، فقال لك علشان تعمل حاجه زي كده، قال لك الاول اف كونديشن الاساسيه لما تقول له السيرش تايب بتاعك تريبل ايكوال مثلا، ادي السيرش باي نيم، اعمل لي ايه؟ اعمل لي بقى الاف اللي انت عايزها. ادي الاف التانية، ونقول له البرودكتس. تعالى نعمل حتى اللي هي الاف اللي هتعمل لنا كل العنصر ده الكونديشن بتاعنا. قال لك والله الاف التاني اللي هو ايه؟ اللي هو products of i دوت، نعمل ايه؟ هنبحث على البي نيم دوت includes. ممكن كمان دي تعملها to lower case عشان تبقى كله to lower case. دوت includes includes ايه بقى؟ للسيرش فاليو. تمام، لو هي include هتعمل ايه؟ قال لك لو هي صح يبقى الماتشد array او matched products دي هتبقى دوت بوش. هنضيف عليها ايه؟ products of، انا اسف، دوت هنضيف عليها ايه؟ products of i. ماشي، يبقى كده ده اول جزء خاص بينا. طيب، عندنا ايه بقى في اف تانية؟ بقية الاف اللي هي else. else ايه بقى؟ لو يبقى هو مش بيساوي السيرش باي نيم. صح كده؟ طيب، انا في الحته بقى دي عايز اعكس، عايز اخلي ان هو لما يدوس على السيرش باي كاتيجوري هي بس اللي تتغير. فبالتالي هنا بدل ما اكتب سيرش باي نيم هعملها سيرش باي كاتيجوري. طيب، ليه بعمل حاجه زي كده؟ عشان اخلي الديفولت بتاعي هو السيرش باي نيم. يبقى هو الالس ده بدل ما انا اعمل له اف تانية او نستد اف، لا انا هعمل else دي تبقى هي الاساس بتاعك. طيب، ادي ده برودكت كاتيجوري. الالس بتاعك بقى ايه؟ ادي الاف، والكونديشن بتاعك هو اللي فوق، ولكن بدل البرودكت نيم ده هيبقى برودكت نيم. برضه نفس الفكره كلها. ادي الماتشد اري او ماتش برودكتس دوت بوش للبرودكتس اوف اي. تمام، وفي الاخر خالص بقى بنعمل ديسبلاي للبرودكتس اوف ماتشد برودكتس. تعالى كده نجرب بسم الله. انا ما دوستش على حاجه، لا سيرش باي نيم او سيرش اي ريفريش، ما دوستش على حاجه. المفروض ان هو هيبقى تلقائيا هيظهر لي البيانات او الحاجه الخاصه بيها. ادي اف اي، لو عملت مثلا ار طلع بره. تمام، اوكي.
طيب انا كده خلاص بحثت بالاسم. لو جيت بحثت حتى بكريم، يعني ببحث لسه ما دوستش على حاجه، كريم برضو طلع بره. لو انا دوست بقى كده سيرش باي كاتيجوري، خلاص، وقلت له السي ار تمام شغال، ادي كريم. طب لو دوست حرف غلط هيطلع بره. طيب لو دوست او جيت بحثت على، انا خلاص ده عملت دلوقتي سيرش باي كاتيجوري، خلاص لو جيت دلوقتي بحثت ان هو فيكس مش هيشتغل ان هو بيبحث بالاسم. خلاص. لو دوست على سيرش باي نيم وكملت جملة او زودت بس حرف الاي، ظهر معانا بالشكل ده. خلاص. يبقى كده السيرش فاليو، تعال نشرحها تاني برضو باستفاضة. انا عملت ليت سيرش فاليو عشان يبقى الفاليو بتاعتك لوحدها في متغير لوحده، عملت الماتشد برودكتس دي اري منفصلة، ودي الفور اللي بتاعتنا خالص. كل اللي انا زودته بس، انا زودت قاعدة اف جواها، اللي يبقى عشان انا عندي اكتر من شكل، عندي لو سيرش باي كاتيجوري او سيرش باي فاليو، باي نيم او باي كاتيجوري. تمام. ده بس الاختلاف في الموضوع. طيب ادي كده السيرش خلصناه. تمام. اوكي. طبعا هو ممكن تقدر تعمل الطريقه دي باكتر من طريقه. في حاجه اسمها فلتر، احب ان انت تعمل الكود ده وتجرب طريقه الفلتر. تمام. فلتر هي نفس الفكره، جربها وابعت لي برضو لو في حاجه وقفت معاك. تمام. وممكن اشرحها لك ان شاء الله بشرح منفصل في محاضره قادمه باذن الله. طيب كده احنا دخلنا على كل الحاجات. خلاص. وظبطنا كل المنتجات وعملنا كل حاجه عندنا. فاضل عندنا السورت. كل الحاجات دي احنا اوريدي خدناها قبل كده، مفيش اي حاجه جديده. تمام. هو اللي احنا داخلين عليه ده هو اللي جديد شويه، الا وهو السورت. طيب عشان نعمل سورت بس هضيف كذا منتج مع بعض عشان يبقى كل المنتجات موجوده عندنا. تمام. ماشي كده. بس كل اللي عملناه ان احنا ضفنا شويه عناصر جوه الصفحه بتاعتنا، بقت معانا بالشكل ده. تمام. العناصر موجوده عندنا والاسعار وكل حاجه موجوده. والسيرش بتاعنا برضو خلينا نجرب كده السيرش عشان نبقى برضو مطمنين. ادي سيرش باي نيم، نفترض مثلا عايز ابحث على مينك، فبحث لي على مينك وكل حاجه تمام معاك. تمام. عايز ادور مثلا بالكاتيجوري، خلي ده شامبو. تمام. شامبو. تمام. نخلي مثلا ده تيشيرت، قال لك التيشيرت اهي. تمام. فظهرت معاك كل السيرش تمام، كل حاجه تمام. طيب عايزين بقى دلوقتي نشوف السورت. عندي مشكله في السورت. فاحنا كده السورت دلوقتي عايزين نشتغل عليه. عندنا اكتر من طريقه نقدر نشتغل عليه. كمثال دلوقتي احنا عايزين نعمل الحروف من كابيتال او من A to Z، او ده ascending، او نعمله حاجه اسمها descending من Z to A. وكمان البرايس عندنا برايس low to high من الصغير للكبير، او high to low من الكبير للصغير. طيب بعد ده عندنا حاجه اسمها تشينج، يعني بغير فيه قيمه او الفاليو بتاعت العنصر. تمام كده. طيب اول حاجه نقدر بس نمسك الاول العنصر الخاص بينا، الا وهو الاوبشن. تمام. تعال نشوف الاوبشن احنا ضايفينه فين. ادي السيرش بتاعنا. تمام. مدينه كل حاجه ومدينه اي دي الا وهو سورت برودكت. تعالى اول حاجه نعملها ننده عليه الاول. ادي ليت، وادي سورت برودكت ايكوال، وادي دوكيمنت دوت جيت element باي اي دي، ونقول له سورت برودكت. تمام. طيب وادي sorted product دوت اد ايفنت listener، بعمل له دلوقتي ايفنت واقول له on change، اعمل لي الفانكشن الاتيه. طيب انا لما اجي اعمل دلوقتي change لازم يبقى عندي ايه؟ لازم يبقى فيه value. فانا لازم اول حاجه اعملها ان انا اجيب الفاليو اللي موجوده جواه. تمام كده. فهعمل متغير واقول له sort value، ده هيساوي sort product دوت الفاليو بتاعته. خلاص. والاول بس اتاكد ان هو كل حاجه شغاله، اعمل لي لوج للسورت فاليو ده. ماشي ممتاز. تعالى نعمل الكونسول.
وادي A to Z قال لك ascending، وادي Z to A قال لك descending، وادي برايس لو، وادي برايس هاي. اصلا الحاجات دي جابها منين عشان برضو نبقى عارفين. احنا لما نيجي نعمل الاوبشن ده بيبقى ليه فاليو، انا عايز الفاليو دي. خلاص طيب. طيب الفكره اللي قلناها ان هو ايه، لو الفاليو بتاعتك بتساوي كذا اعمل لي كذا، ولو الفاليو بتاعتك بتساوي كذا اعمل لي كذا، ولو الفاليو بتاعتك بتساوي كذا اعمل لي كذا. طيب فدي لو اكتر من لو، احنا كده ممكن نستخدم اف، ولكن ممكن كمان نستخدم معاها السويتش اللي هي سويتش كيس. طيب فالسويتش كيس طبعا افضل لان هي بتبقى عندك حاجات محدده وانت اصلا محددها في الفاليو بتاعتك. فالسويتش كيس افضل عشان هي بتاخد فاليوز معينه، كيسات معينه بتطبق حاجه معينه. طيب طيب حاجه تانية مهمه جدا نعملها، احنا اوريدي اصلا عندنا البرودكت بتاعنا اللي هو الاري الاساسي، انا هاخد منه نسخه. ليه هاخد منه نسخه؟ انا عايز نفس العناصر الموجوده ولكن مش عايز اعدل فيها. تمام. فهعمل ادي let sorted product، ده هيساوي نفس الاري اللي عندي اللي هي كوبي اوف برودكتس. يعني هاخد كوبي من البرودكتس بتاعتك. تمام. بحيث ان حتى لو عملت كده ادي لوج للسورتد برودكتس، نعمل لي سورتد برودكت ادي مثلا نعمل از ويد، قال لك هي آه انا اسف انا اخترت حاجه تانية. ماشي ادي كده مثلا A to Z، وادي Z to A، قال لك الاري بتاعتك هي تمام. فانا عايز نفس الاري ما تتغيرش، هي انا كل اللي هعمله بس هعدل ترتيبها او هعدل تنسيقها بمعنى اصح. خلاص. طيب انا بعمل كده ليه؟ عشان باخد نسخه من الاري دي، الاري الاساسيه انا عايزها تبقى موجوده دائمه مش ما تتغيرش. النسخه دي هي اللي هتتعرض لو في حاله ان انا عملت تشينج على الصوره الاري الفانكشن دي. لو انا عملت اي تغير في الحركه دي يبدا يغير لي العناصر اللي جوه، يعني يبدا يرتب لي الاري. يعني عايزه بس يرتب لي الاري ما يعدلش فيها. تمام. فباخد نسخه تانية واعدل في النسخه المعدله دي، او ناخد نسخه من الاري الاساسيه اللي هي برودكتس واعدل فيها او ارتبها، ولو شلت التشينج ده ارجعه اساسه. تمام. ماشي. فهنبدا دلوقتي نعمل السويتش. الكي بتاعنا هو السورت فاليو، هو اللي بيتغير. الفاليو الاولانيه اللي عندنا الا وهي الاسcending. عايز اعمل ايه؟ قال والله الاري بتاعتك اللي هي اسمها sorted products دوت sort، عايز اعمل لها sort. طيب عايز اعمل لها sort ازاي؟ عايز اعمل لها sort من ال A to B. طيب ادي ما بين قوسين، وادي ال A to B. خلاص. وهعمل له الار فانكشن بتاعتي. قال والله ايه دوت، عايز اعمله sort بالنيم، ادي B name. اعمل له دوت local compare، local compare، اعمل له local compare to ال B دوت name. يبقى كده اول سورت بالنسبه لي هعمله سورت من ال A to Z ادي سورت. تمام. طبعا هي مش هتشتغل لان انا ما عملتش اصلا ديسبلاي للفانكشن بتاعتي. تمام. ماشي. فانا هاجي في الاخر خالص كده واعمل ديسبلاي products of sorted products. تمام. تعالى كده نجرب تاني. ماشي احنا كده بس ناقصنا ايه؟ ناقصنا حرف دي معلش. تمام. تعالى كده نجرب تاني. ادي ال A to Z، عمل لك ال A to Z على طول مفيش مشكله فيها. تمام. ادي حرف البي الاول، وادي الاف والاتش والحاجات دي كلها. تمام. طيب ليه عملنا برضو لوكال كومبير؟ تمام. اللوكال كومبير دي يعني حاجه اساسيه جدا لو انت بتعمل تفصيل ما بين السترنج. كل سترنج دلوقتي عشان تبدا تعدل عليه، هو مشكله عندك في السورت انه ما بياخدش القيمه بتاعه الابر كيس واللور كيس، وعنده كده تفصيله معينه. وكذلك برضو الارقام
لو عندك ارقام مثلا عندك 1,000، فبالتالي هيظهر عندك مشكله. طيب تعالى برضو افهمك ليه المشكله دي بتحصل معانا. ماشي، نخلي مثلا عندنا ادي لت الري عندنا، دي بتساوي ادي 1 علامه 2 3 5 او 4. طيب ده كده الاري بتاعتك. اعمل لي لوج واعمل لي الاري دي دوت سورت. تمام، ادي الاري ان هو المفروض اعملها لك سورت. ادي 1 2 200 3 4 6 7 8 800 9. فده طبعا مش طبيعي ان يحصل حاجه زي كده. خلاص. فصورة لوحدها للاسف ما بتشتغلش بس يعني بالشكل اللي انت عايزه لو انت عملتها سورت بس. ولكن عشان تبدا تشتغل صح، هتعمل السورت وادي الاي وادي البي اللي هي من الكبير للصغير، وهتعملها ار فانكشن كده، وهتقول له الاي ناقص البي. لو جيت عملت كده يساوي ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 800. فده لو انت عايز تعمل كنمبرز. ولو عايز تعملها مش نمبرز تعملها كسترنجات، فدي ادي لوكال دوت لوكال كومبير للبي. تمام، لكن طبعا لازم تغير هنا تبقى سترينجز، مش هتشتغل. كمثال مثلا هعمل احمد، ماشي، وهعمل مثلا احمد كابيتال. خلاص، واعمل كوما، واعمل آه ماشي، نعمل اي حاجه تانية بي كابيتال بانانا كمثال، و بانانا سمول. لو جيت عملت سيف، يعني عملتها بالطريقه العاديه. نشيل بس كل ده. عملت سورت بس كده. قالك والله ادي الاي كابيتال وبي سمول، بعد كده انا اسف، اي كابيتال بي كابيتال، بعد كده اي سمول بي سمول. طبعا ده غلط، انا عايز كل الحروف تمشي ورا بعض. خلاص، فقالك والله لا، عشان تبدأ تعمل حاجة زي كده ادي الاي وادي البي وادي الار فانكشن بتاعتك، ونعمل له ايه دوت لوكال كومبير، وتقول له اعرض لي البي. تمام، بالشكل ده هيطلع احمد واحمد ادي الاثنين ايه سواء كان كابيتال او سمول، وادي البي وبي سواء كان كابيتال او سمول. فدي فكره اللوكال كومبير بتاعتك، وعشان كده عملناها ومع اللوكال كومبير او مع السورت نفسها. تمام. طيب ده كده ايه شرح مختصر للموضوع. طيب ده كده الكيس الاولانيه. تعال بقى نكرر الكيسه دي بالبريك بتاعها بكل حاجه. عندنا 4 انواع، وعندنا الديفولت بتاعتك. خلاص. تعالى نعمل بس فورمات. ادي الاسcending وادي الديسcending وادي اللو وادي الهاي. تمام. طيب انا بدل بس كل اللي هغيره لان انا بقى بعمل لوكال كومبير من ال A to B، هعمله من ال B to A. ده اول واحد. طيب بالنسبة للجزء الخاص بالبرايس، تمام، هعمله ادي ال A دوت ال B برايس ناقص ال B دوت ال B برايس. تمام. هي في حاجة زيادة، صح كده؟ ماشي تمام. وادي الهاي نعكس بس ده. طبيعي. موضوع سيء جدا في الصورة ما فيهاش مشكلة، ولكن هي كانت تجربة جديدة يعني. تمام، نغير برضو حاجات اللي احنا ايه اتعودنا عليها، ونعمل حاجة ادفانسد شوية بالنسبة لنا. طيب في الديفولت بقى اللي هو لو انا ما اخترتش اي حاجة من الحاجات دي، كل اللي انا هعمله هقول له والله ان السورت البرودكت ان دي هتساوي هو البرودكتس نفسها.
تمام. ادي صورة البرودكت بتساوي البرودكت، وادي سيف. تمام. تعالى كده بقى نوقف دي عند صورة برودكت، وادي ريفرش. ده كده الشغل بتاعنا. تمام. ادي الصورة بتاعنا، ادي A to Z. قالك والله شغال. تمام. طيب تعالى كده نجرب حاجة تانية من ال Z to A. تمام. ادي ال M وادي ال F وال O T وكل الحاجات اللي تحت كده. طب احنا كده عندنا مشكلة في العناصر. تعالى نشوف المشكلة في ايه. انا كاتب ال DEC، فتعالى نشوف. اه انا هنعمله DES. DEC. ماشي. تعالى كده نجرب تاني. ادي ال A to Z. تمام. ادي حرف ال B الاول، وادي من ال Z to A ال Y الاول. تمام. ماشي. وادي برايس لو تو هاي، من اقل سعر. تعالى كده نشوف. ادي 120، 140، 160، 170، 175، 205، 207، 220. ممتاز. ولو عملنا العكس، ادي برايس لو تو هاي، الهاي تو لو، ادي 330 و20، 230، 220. تمام. يبقى كده شغالة معاك كويس جدا، وما فيهاش اي مشاكل. خلاص. يبقى ده كده فكرة السورت الجديد معانا. خلاص. المحاضرة كانت طويلة، ولكن دي كده شغل كامل للمشروع بتاعنا. تمام. اتمنى تكون استفدت ان شاء الله من المشروع بتاعنا. المشروع كان يعني مش كبير قوي، ولكن فيه بس معلومات كتيرة قيمة. اتمنى تكون انت طبقتها فعلي معاك. ان شاء الله اشوفكم في حلقات جديدة. ان شاء الله الفترة الجاية بقى هناخد في الادفانسد جافا سكريبت، وده هيبقى مهم جدا لان فيها تفاصيل قوية جدا. تشوف كل اللي فات ده كوم، واللي جاي كوم تاني خالص. اتمنى تكون انت بتطبق عملي. اتمنى ان شاء الله المحاضرة تكون بتفيدك، و يعني مركز فيها كويس. ولو في اي استفسار، لو في اي حاجة، كلمني. ما تترددش، ان شاء الله هجاوبك على طول. ولو في اي حاجة واقفة معاك، ممكن اشرحها لك في محاضرة لوحدها منفصلة، مفيش اي مشكلة. كان معاك محمد صالح من محاضرات MK Front End Academy. متنساش تشترك في القناة وتتابعنا عشان يوصلك كل جديد. تحياتي، مع السلامة. برعاية MK for Web Solutions.